الفطار هنا في ايطاليا مختلف تماما تماما. الفطار هنا مش زي عندنا في مصر. الفطار بيبقى حاجه بسيطه جدا. طبعا دوشه في البيت عادي زي مصر برضو. ناس كتير بيتكلموا، في موسيقى وفي جدال وفي حاجات كتير. فالفطار بيبقى حاجه حلوه، بسكوته او كرواسون كورنيتو او اي حاجه من الحاجات دي، واسبريسو اللي هو القهوه هنا في ايطاليا هي الاسبريسو. جامد قوي. ده بسكوت. ماما come si chiama questo biscottini? Questo è rococò. روكوكو. Rococò. روكوكو. Dolce napoletano. دولce نابوليتان. ده بسكوت بيتعمل بس في نابولي. Poi abbiamo i mostaccioli. حاجه مخصوصه نابولي هي اللي بتعملها. Mostaccioli. سي نوستاتشولي. Mostaccioli. موستاتشولي. Mostaccioli. وده ما كوستو سولو بير ناتالا كوستو نو Sì, Natale. sì, ناتالا Natale, دولce دي sì. ناتالا. دي حلويات موجوده في وقت الكريسماس، عشان كده هم عندهم هنا في البيت منها. لكن في العادي في الايام العاديه الحاجات دي مش موجوده، فحظنا حلو يعني. جرب الحاجات دي معاهم. فبيبقى حاجه زي كده الدولce، وبيبقى قهوه. القهوه هنا لو جيت ايطاليا وطلبت قهوه هيجي لك اسبريسو. لو انت ما بتحبش الاسبريسو لازم تبقى عارف ان هي هتجيلك اسبريسو، فتطلب حاجه تانية. تطلب قهوه بلبن او تطلب كابوتشينو او تطلب اي حاجه من الحاجات اللي انت يعني ممكن تكون بتحبها اكتر. لان انا في الاول كنت دايما باجي بطلب قهوه وبيجيبوا لي اسبريسو وانا مش بحبه وما كنتش بشربه في الاخر، ويعني كنت بتضايق ليه هم ليه مش بيفهموني. انا اللي ما كنتش فاهماهم. يعني اسبريسو هنا القهوه العاديه. لو رحت اي مكان قلت له عايز قهوه هيدي لك اسبريسو. فحتى المكن اللي موجود عندنا في البيت هنا بيعمل اسبريسو ده. لكن انا عايزه اعمل قهوه بلبن، فهحاول يعني اخترع حاجه كده. محدش بيشرب كابوتشينو كتير هنا، ما بشوفهاش. يعني عندنا هنا في البيت بيصحوا بيشربوا اسبريسو وبياكلوا حاجه حلوه وخلاص على كده، ده الفطار. بس بيعوضوها في الغداء وفي العشاء بتتعوض يعني، بياكلوا حاجات كتير. ولكن الفطار هنا حاجات بسيطه، ما بلاقيش حد هنا بيجيب بيض وجبنه ومربى وزي عندنا في مصر، مفيش الكلام ده. فبيبقى الفطار حاجه بسيطه. فعايزه افطر دلوقتي عشان هنزل بسرعه. خلينا نجرب حلويات نابولي. Solo la campanella, solo la campanella. Solo la campanella, solo. Solo, solo, حلو.